ميسي كصانع العاب ادى بشكل كبير دوره، ورغم انه سجل اهداف لكن كان مميز في صناعه الاهداف. لكن لويس انريكي لا يغير ميسي، يغير فقط نيمار، غيره للمره الخامسه. انا لو عندي ميسي في الفريق ما مستحيل اطلعه من الملعب طبعا. مستحيل اطلعه من الملعب. هو ما بيبقاش عايز يطلع يا كابتن من الملعب، هو بيرفض انه هو الكوره مثل اللعبه يعني. هي دي الخبره اللي موجوده عند ميسي. كابتن ميسي النهارده انا في رايي نجم المباراه، يعني افضل لاعب في المباراه. لا يعني بنتكلم عن مباراه النهارده، يعني طبعا هو افضل لاعب في العالم، يعني باللي احنا حكينا عليه قبل كده يا كابتن اخضر. افضل لاعب في العالم. بص الجماعيه اللي بتميزه في صناعه الاربع اهداف للاعيبه برشلونه النهارده، التحكم في رتم الهجمه، امتى يسرع، امتى يلعب لمسه واحده، امتى. هي دي الخبره اللي موجوده عنده دلوقتي، يعني اهم لاعب في العالم. اللاعب الذي غاب طويلا اذا وطلب الكره كان ممتاز ايضا في هذه اللقطه. ميسي برضه كابتن، يعني العمل الجماعي مميز جدا في اللعبه دي والتحرك، وهو يعني حواليه 3 لاعبين بيضغطوا عليه، وهو يعني زي ما قلت لك كابتن عنده 4 عيون. ميسي يعني قدام اللعيب اللي قدامه 2 عينين، وفي عينين في دماغه من الخلف، شايف مين اللي جاي وراه. اعتقد طبعا مش هنقدر نوفي ميسي حقه، يعني ضد المستحيل. اليوم هذا هو الفينومينو الحقيقي يعني. اكيد طبعا يستحق كل شيء يقال عنه يا كابتن اخضر. كامل الاوصاف، متكامل في كل شيء بصراحه يعني.